بسم الله. اليوم عندنا رصاصتين، رصاصة جديدة زي ما انتم شايفين، ما هي مستعملة، النوع نورينكو، ورصاصة تم استخدامها. هذه رميتها على طعس ورحت حفرت واستخرجت السهم أو العبرود أو الراس، له كذا اسم تختلف المسميات. راح نعطيكم بعض المعلومات أكيد أن أغلبكم يعرفها، لكن للي ما يعرف، الرصاصة تتكون من جزئين، راس وفارغ أو قفش، أو قلتلك من المسميات تختلف. والرصاص المستخدم زي ما انتم شايفين تكون فيه ضربة بالإبرة هنا، الإبرة تضرب هذا المنطقة دي اسمها الصاعق أو لها مسميات كثيرة، يكون فيها مادة تنفجر، والجزء ذا يكون فيه بارود، لما تضرب الإبرة هنا الجزء ذا يطلع منه زي الشرار على البارود هنا، يصير انفجار ويطير السهم، والفارغ يطلع من الجنب. وهذه كذا شكلها، شوف هنا تجي ضربة الإبرة في الجزء ذا، هذه المنطقة دي يصير فيها زي الشرار على البارود، ينفجر ثم يطير ذا. الآن أنا بسوي فيها فتحة هنا، بحاول أسويها على شكل ميدالية، وانتظروا الفيديو الجاي، والتوفيق للجميع.